على سلامتكم. اليوم حبيت انه تكون بروسيت بريك الدنوني، وصفة سهلة بنينة وتعمل الكيف. عملتها باللحم المفروم، جات بنينة اتعشق. تابعوا روسيت باش تعرفوا طريقة الاعداد، وما تنساوش تسجلوها باش ترجعوا لها وقت ما تستحقوا. خذيت لهنا كيس سميد متوسط، خذيت معاه كيس سميد ارطب وكيس فرينة. نفس الكيس نكيل بيه المكونات الكل، شوية كركم باش يعطينا لون مزيان، والملح على حسب الرغبة متاعكم. وبعديك خلط المكونات الكل مع بعضها باش يدخلوا في بعضهم. حطيت عليهم كيس غير ربع زيت وزبدة يكونوا سخونين، خلطهم مليح مع بعضهم. وبعديك نبسسهم بيديا كيف نكيكة، عبارة نعملوا في المقروض حتى نتحصلوا على عجينة تكون ما تتفتفتش. وبعديك نلمها بشوية ماء دافي حتى نتحصل على عجينة تكون لا هي طرية برشا ولا هي قاصحة ياسر. هذا القوام اللي حاجتي بيه، ما تستحقش برشا عجنين. نتبعوها بشوية بشوية بالماء حتى نتحصلوا على عجينة كيف هكا. شوفوها لا هي طرية برشا ولا هي يابسة ياسر. دونك باش نحط العجينة متاعي ترتاح، وفي الأثناء نحضر الحشو متاعي. خذيت الطنجرة، حطيت شوية زيت زيتونة، شوية بصل، قليتهم شوية مع بعضهم، زدت عليهم اللحم المفروم وخليته يتقلى. وبعديك باش نفوح بشوية كروية، شوية تابل، شوية كليلو زعتر، شوية كركم، ما ننساوش الملح، شوية ثوم، ونقليه حتى يقف على زيتو كما قاعدين تشوفوا. وتوكينا باش نحط عليه شوية جبن مرحي وشوية جبن كريمي تخشيني. واذا ما عندكمش تنجموا ما تحطوش. نخلطوا مع بعضهم مليح. خذيت عظمه ركضتها بالكدا وحطيت منها شويه باش نلم بيها الحشو نتاعي. ما تسحقش برشا عظم، دوبها شويه باش تعمل لنا ليزون بعد الحل معناتها الكعبه ما تجيش اللحم من داخل مفتفت. وبعديك خذيت العجينة متاعي، فرشت شوية سميد متوسط ولا فرينة اللي تحبوا نتوما على البلان دو ترافاي. حليت العجينة متاعي تكون جويدة شوية، شكلتها بالطريقة هذيك. وخذيت القالب متاع البريك الدنوني، حطيت شوية من العجينة ونحط شوية من الحشو ونسكر عليهم مليح. وقت الزايد هذاك نحيه، الزايد من العجينة اللوموه ونعاودو نشكلوه. هذه الكعايبة متاعنا. اذا لامبورت بيس متاعكم تلصق، رشوها بشوية فرينة ولا شوية سميد واخدموا على رواحكم تو ما عادش تلصق لكم. ما نحطوش برشا حشو باش ما يخرجش من تالي. هذه كعبة اخرى تجي مرطوبة ومزيانة تعمل الكيف. نحطوا الكعبات متاعنا واقفين بالشكل هذاك باش يقعدوا محافظين على المنظر متاعهم. الطريقة سهلة، صحيح يشد شوية وقت لكن من بعديك يعطينا نتيجة ياسر مزيانة. كما قلت لكم ما نكثروش من الحشو باش ما يخرجش من تالي كي نجو نسكروها. وهذو من الكعيبات متاعنا. نكمل نشكلهم بالطريقة هذيك. واذا كان ما عندكمش القالب متاع البريك الدنوني تنجموا تشكلوها وحدكم. طريقة سهلة ياسر. ناخذ شوية من العجينة، نحطوا كما العادة شوية من الحشو ونسكروها بالطريقة هذيك. نضغطوا عليها بيدينا حتى نتأكدوا انه العجينة اتسكرت من الاطراف متاعها مليح. نجمو زيادة ناخذوا فرشيطة وننزلوا عليها في الاطراف هكاك، نضمنوا اللي هي ما تتحلش لينا وقت اللي نقليوها، وفي نفس الوقت تعطينا شكل مزيان للكعبة متاعنا. نكملوا الكعبات متاعنا هذو ما بعد ما حضروا جاو مزيانين ياسر مرطوبين كما قاعدين تشوفوا. وهذو مكعيبات باش نخبيهم، حطيتهم يتكنجلوا في الكونجيلاتور في الصحن كيفنا هكاكا. ومن بعد نحطهم في ساشيات هكاكا نضمن اللي هما ما يلصقوش في بعضهم. هذه طريقة اذا كان تحبوا تكنجلوا كمية من البريك الدنوني. وهذه كانت رسالتنا لليوم، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وبسلامة.